شكر للأستاذ الجليل الأستاذ محمد جد تحدث عن الجانب الأخلاقي والثقافي للعلم وأهميته، وتحدث أيضا عن الجانب الاقتصادي للعلم وأهميته عندما قارن بين الشيخ الشعراوي والدكتور أحمد شيخ. شكرا جزيلا. إذا كان الحديث الآن عن دكتور عظيم وشاعر عظيم، هو الدكتور محمود عصران البريمي. الدكتور محمود عصران أخ وزميل وفاضل عزيز علينا جميعا، وهو الدور المحلق لنا في سماء الخارجية المصرية. الدكتور محمود عصران هو الملحق الثقافي لسفارة مصر في دولة جورجيا. لا أطيل عليكم في تقديمه، فهو يستحق الكثير والكثير، ولكن أترك له المجال للحديث ونستمتع سويا بشعره الجميل وبكلامه الجميل. وجميعا حيوا معي الدكتور محمود عصران. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا كان لي خير في الحديث فخير ما أبدأ به أم بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. صدق الله العظيم. ثم أما بعد، فإني أحمد الله حمدا أزدلف به إلى رضاه، وأستجدي به فيض هداه. رفدني عيل من مدحت منه فأمهى بيانا، فاستغديته مدنفا معمودا، فسجم علي ما يوعث عن شكره لساني وينيص عن روزه جناني. فألزمني بابه خافضا جناح ذلي، مرطبا سويداء فؤادي بصادق شكره ودائم ذكره. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها تقدست في عليائه أسماؤه وعظمت آلاؤه، وعلى عن صفات كل مخلوق، وتنزه عن شبيه كل مصنوع، فلا تبلغه الأوهام ولا تحيط به العقول ولا الأفهام. يعصى فيحلم، أرأيت ربا يعصى فيحلم؟ ويدعى فيسمع، ويقبل التوبة عن عباده وهو اللطيف الخبير. وأصلي وأسلم صلاة وسلاما دائمين أبدا باقيين أبدا، عدد من خلق الله ومن قدر، ومن آمن به من عباده ومن كفر، على من فاكه اسمه حوتي صغيرا، النبي الأمي سيدنا محمد. بلغ فبلغ ونبأ فنبغ، وقال صدقا إن من البيان لسحرا، وقد كان. فصل اللهم عليه أفضل وأزكى وأتم وأنمى وأجل وأبقى صلاة صليتها على صفوة أنبيائك وخالصة ملائكتك إنك حميد مجيد. ثم أما بعد، أستهل بذكر معلمي الأول ومعلمي الأفضل رحمه الله الأستاذ محمد طاهر حبيب. وقد سبقني دائما صديقي وعزيزي وأستاذي الشيخ محمد إلى الحديث عن هذا الرجل، وكنت أنا الأول مع احترام الشديد لا أن أتحدث عن هذا الرجل، لأنني تتلمذت على يديه وتعلمت على يديه، وكان قدوتي وأستاذي، وبيني وبينه مراسلات عدة إلى أن تغمده الله برحمته. نسأل الله العلي القدير أن يسكنه فسيح جناته. اللهم ارحمه رحمة واسعة، اللهم ارحمه رحمة واسعة، اللهم أنر قبره بنور عفوك، اللهم أنر قبره بنور عفوك، اللهم أنر قبره بنور قرآنك. هذا أولا في المستهل. وأثني بأن أتصاغر جدا جدا أمام نفسي وأمامكم جميعا أمام ثلاثة من الجلوس، لأنهم أساتذتي وأصحاب فضل علي. أولا الأستاذ حافظ عليوة، لأن هذا الرجل هو أول من علمني أن أمسك بالقلم. هذا الرجل له فضل علي يعني، وله علي يد مكافئه الله سبحانه وتعالى عليها. فأنا تعلمت من رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أنسى فضل أهل الفضل، لابد أن أذكر الفضل لأهله ولا تنسوا الفضل بينكم. هذا أولا.
لابد أن أذكر لهذا الرجل هذا. وتعلمت من رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله وأنزلوا الناس منازلهم. هذه منزلة هذا الرجل، هذا المعلم الذي علمني، أول من علمني كيف أمسك بالقلم، كيف أخط بالقلم، فله علي يد يكافئه الله سبحانه وتعالى عليه، هذا أولا. وثانيا الأستاذ علي محروس عطية أستاذي الجليل، أنا أتحدث عن الجالسين على المنصة فقط، ويعني يلتمس لي الآخرون المعذرة في ذلك. الأستاذ علي محروس عطية ذلك الرجل الذي علمني أصول اللغة العربية، وأنا لا أخفي عليكم سرا، هذا أول معلم متخصص في اللغة العربية أتعلم على يديه. تعرفون جميعا في المرحلة الإعدادية لم يكن عندنا في المدرسة معلمون للغة العربية، لم نجد. عندما جئنا من مدرسة شابور إلى مدرسة كفر سلمون الإعدادية أول ما أنشئت في أول جيل، قضينا الصف الثاني الإعدادي بدون معلم لغة عربية، وفي الصف الثالث الإعدادي بدون معلم لغة عربية إلى النصف الثاني من الصف الثالث الإعدادي، وكان هو أول معلم متخصص أتعلم على يديه اللغة العربية، فله عليه فضل عظيم جدا لا بد أن أذكره. وثالث هؤلاء ذلك الجالس والجليل والله لا ننافق بعضنا، فهذا فضله وهذا يعني بعض جميل له لا بد أن أذكره، فهو معلمي وقدوتي فعلا. الشيخ فضيلة الشيخ، أنا لا أحب أن أقول الحاج رمضان كما يقول الناس، الحاج لقب من الممكن أن يكتسبه أي شخص، لكن الشيخ وهو من شاخ في السن أو شاخ في العلم، وهذا الرجل شاخ في العلم مبكرا جدا جدا جدا، وهو معلمي الثالث، تعلمت منه الكثير جدا وكان قدوتي وسوى، ودائما يقدمني على نفسي مع أنني لا أستحق على الإطلاق أن أتقدم عليه، فهو صاحب فضل علي وصاحب علم وكلكم يدري ذلك ولا يحتاج إلى تزكية من أحد. ثم أثني بشكر الأستاذ سيد شبل وإدارة المدرسة أساتذة وإداريين وطلاب بهذه الدعوة الكريمة، وهم أصحاب فضل، وهذا ما نعهده فيهم دائما أن نكون تحت أمرهم في أي شيء مهما على قدرنا، مهما على قدرنا لابد أن نصعر خدودنا احتراما لهؤلاء، لأساتذة المرحلة الابتدائية، تلك المرحلة المهضومة في التعليم المصري، أساتذة المرحلة الابتدائية، هؤلاء الذين يتركون أثرا يطوين الزمان جميعا ويبقى في أنفسنا. أنا لا أتذكر حتى مشرفي في مرحلة الدكتور أقرب معلم لي لا أتذكر له مواقف، ولكنني أتذكر كل همسة وكل حركة من الأستاذ حافظ عليوة أبقاه الله في هذه الدنيا، من الأستاذ شادية الشريف، من الأستاذ محمد طاهر حبيب عليه رحمة الله، من الأستاذ محمد عيسى عوض ذلك الجالس أمامكم الذي علمنا النحو ونحن في المرحلة الابتدائية وكان بعيد عن تخصصه، ومع ذلك يعلمنا الأستاذ إبراهيم بسيون الدرديري أبقاه الله، الأستاذ عبد الحفيظ الحصري، الأستاذ محمد عبد السلام أبو العزم، الأستاذ كريم نصير عليه رحمة الله، الأستاذ نجيب نصير، هؤلاء جميعا علمونا، هؤلاء تعلمنا على أيديهم، ولولا فضلهم ما وصلنا إلى ما وصلنا إليه، ولا بد أن نذكر لهم هذا. ثم أختم بالحديث عن العلم. العلم محور هذه الندوة. العلم فضل يؤتيه الله من يشاء متى يشاء كيف يشاء، هذا فضل الله يؤتيه من يشاء، لا مراء في ذلك على الإطلاق، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، هذه مشيئة الله سبحانه وتعالى، وبدون العلم صدقوني لن تنهض الأمم، لا نهضة لأمة بدون العلم على الإطلاق مهما حاولنا، وكلامي ليس الكبار وإنما الجيل الصغير، لذلك الجيل الواعد الذي ننتظر منه الكثير، لا تقتدوا بنا في شيء، هذه نصيحتي لكم، لا تتخذون أمثلة كبرى أمامكم إطلاقا، نحن جيل فاشل بالدليل، نحن جيل فاشل، فلا تقتدوا بنا، خذوا منا المميزات فقط، خذوا منا أي شيء مميز فقط، ولكن لا تقتدوا بنا، اجعلوا قدوتكم دائما سامية حتى نصل إلى أن نكون أمة محترمة، لأننا أمة بغير العلم أمة غير محترمة، أمة لا تحترم ذاتها ولا تحترم نفسها. وأقص لكم قصة بسيطة استلهمتها من حديث أخي وصديقي الأستاذ محمد، حديث اليابان وما حدث لها وكيف حدثت هذه النهضة، وأقص لكم قصة حقيقية واقعية عاينتها عندما حدث تسونامي العام الماضي في اليابان، عندما وقع تسونامي ورأينا السيارات والبيوت تسير كأنها علب من الكبريت في الماء، قلنا خلاص اليابان انتهت، وأربعة مفاعلات نووية تسربت وحدث ما حدث أمام الجميع، ورأينا تلك الحضارة العظيمة تنهار انهيارا تاما، وحدث ما حدث في اليابان. ذهبنا كوفد من السفارة المصرية لتعزية السفير الياباني، لابد أن نعزيه ونقف إلى جواره
فذهبنا الى هذا الرجل ومجموعة من الدبلوماسيين من غير مصر من دول كثيرة لنعزي هؤلاء. فجلس الجميع وجلسنا، وخرج الملحق الثقافي الياباني امام سفير بلاده يعرض لنا ما حدث باليابان بالصورة، اشياء لم نرها حتى في التلفزيون المصري بالصورة. دمار شامل، دمار شامل في اليابان في اول اسبوع، دمار شامل. خلاص توقعنا الا تقوم لليابان قائمة، انتهى الامر. والرجل في نهاية الحديث قال سأدعوكم بعد 3 أشهر 90 يوم فقط، سأدعوكم مرة أخرى إن شاء الله. يكون الله سبحانه وتعالى قد من علينا يعني بأن عافانا من هذه البلية، من هذه البلوى الكبرى. والله بعد مرور 81 يوم فقط، 81 يوم فقط، وجهت إلينا دعوة رسمية مرة أخرى، وذهبنا لنشاهد تصوير ذلك المكان التي حدثت فيه هذه الكارثة. بعد 81 رجع أفضل مما كان عشرات المرات، أفضل مما كان. لماذا؟ لأن هؤلاء استغلوا العلم وعرفوا للعلم قدره، بدون علم لن تنهض الأمة. هؤلاء، وقص لنا شيخنا الجليل قصة استسلام اليابان في الحرب العالمية الثانية. كان وراء هذه القصة موضوع خطير جدا جدا. أمريكا كانت تريد أن توثق هذه الواقعة توثيقا للأجيال. كان القائد الامريكي الذي سيقوم بجعل الامبراطور يوقع على وثيقة الاستسلام هذا يسمى جان مارك. جان مارك هذا اصطحب معه 10 من علماء النفس، 10 من علماء النفس، والبسهم زيا عسكريا وقال لهم مهمتكم فقط ان ترصدوا لنا انفعالات امبراطور اليابان وهو يوقع على وثيقة الاستسلام. وثيقة الاستسلام هذه يعني كأن الدولة غير موجود على الاطلاق. هذا الرجل وهو يوقع على وثيقة الإسلام مهمتكم أن ترصدوا لنا يعني انفعالات هذا الرجل لنعلمها للأجيال. فذهبوا جميعا، وجاء إمبراطور اليابان ومعه رئيس وزرائه ووزير خارجيته ووزير دفاعه ووزير التعليم، وأخذهم جميعا وذهب. فجان مارك أراد أن يستثيره، فقال له لقد انتصرنا عليكم انتصارا ستتحدث عنه الأجيال. الإمبراطور أمسك بالقلم ووقع بمنتهى الثبات على وثيقة الإسلام، وألقى بالقلم وقال له أنتم لم تنتصروا علينا في المعركة، أنتم انتصرتم علينا في المدارس. ثم ترك الجنس المباشر. الأمريكان فسروا هذا بأنهم انتصروا على الإمبراطور الياباني في المدارس أو على اليابان في المدارس الحربية، فسروها هكذا وارتضوا هذا التفسير. ذهب إمبراطور اليابان إلى بلاده وترك الناس 6 أشهر، اعتزل الناس تماما 6 أشهر كاملة، لا يخاطب أحدا ولا يكلم أحدا ولا يستطيع أحد. وبعد الأشهر ال6 نادى من كان معه، رئيس وزرائه ووزير خارجيته ووزير دفاعه ووزير تعليم، قال لهم ماذا فهمتم من الكلام؟ تتذكرون كلامي؟ قالوا نعم. قال ماذا فهمتم منه؟ قالوا فإنا أنهم انتصروا علينا في المدارس الحربية. قال لا والله ما فهمتم شيئا، هكذا أنتم لم تفهموا. أنا أقصد أنهم انتصروا علينا في المدارس أي في العلم، في العلم من الأساس. وفرض شيئا جميلا جدا، أغلق اليابان تماما كأنه أنشأ حولها صورا. أغلق اليابان تماما، لا نتعامل مع أحد، لا تصدر شيئا لأحد ولا تستورد شيئا من أحد، لا نتعامل مع أحد على التقسيات فرض على اليابان بالكامل. وصرف كل همه للعلم. تذكروا أننا بدأنا النهضة العلمية قبل اليابان ب80 عاما، مصر بدأت قبل اليابان ب80 عاما. هذا الرجل أغلق اليابان تماما، لا تصدر شيئا ولا تستورد، وأغلق البلدة بالكامل على العلم، العلم فقط، بدأ بالعلم. الآن أمريكا لا تخاف في الدنيا كلها إلا اليابان. أتدرون لماذا؟ قالوا لو سهونا عن اليابان 50 دقيقة فقط، 50 دقيقة لاستطاعت أن تصنع 1000 رأس نووي. يعني لو أمريكا غفلت عن مراقبة اليابان 50 دقيقة فقط عندها استعداد أن تصنع 1000 رأس نووي. بماذا؟ بأي شيء؟ بالعلم. أي دولة يحدث فيها ما حدث في اليابان كانت ستدمر، ستحطم. ولكن العلم وفائدة العلم وقيمة العلم في نهضة الأمم، كيف تنهض الأمم بالعلم؟ هذا ما كان من اليابان فعلا، وهذا التطور وذلك التقدم حدث بالعلم. بالله عليكم أنبئوني منذ 500 عام ماذا قدم المسلمون للبشرية؟ لم نقدم شيئا على الإطلاق. 500 عام كاملة لم نقدم شيئا على الإطلاق. لماذا؟ لأننا وقعنا أمام آفتين كبيرتين للعلم، ولن أطيل عليكم. الآفة الأولى القطيعة المعرفية. القطيعة المعرفية هذه يعني بلوى كبيرة جدا حدثت لنا ونحن نعاينها. لن أضرب أمثلة من زمن بعيد، من الزمن الذي نحن نعيش فيه.
القطيعة المعرفة، نحن حدثت بيننا وبين المعرفة قطيعة، بيننا وبين القراءة قطيعة، لم نعد نقرأ، لم نعد نثقف، بدليل أن الشيخ محمد العريفي ذلك العالم السعودي عندما جاء وخطب خطبة عن مصر قامت الدنيا ولم تقل، مع احترام الشديد له وأنا أحبه بالله، يعني ليس بيني وبينه موقف أو أي شيء يعني، ولكن أنا يعني قامت الدنيا ولم تقعد، واستدعته مصر، واستدعته مؤسسة الرئاسة، واستدعاه رئيس مجلس الوزراء، واستدعاه الأزهر الشريف. هذه مصيبة، هذه بلوى، هذا شيء محرج ومحزن. الشيخ محمد العريفي ما كان منه إلا أن أتى بكتاب يسمى فضائل مصر، هذا كتاب مطبوع وكان يوزع ب3 جنيهات، 3 جنيهات كان يوزع هذا الكتاب ب3 جنيهات مطبوع على نفقة هيئة قصور الثقافة. هذا كتاب اسمه فضائل مصر. هذا الرجل أتى بالكتاب وقرأ من الآيباد، هذا كل ما فعل، وكأنه أتى بما لم تستطيعه الأوائل، وقامت الدنيا في مصر وقعدت، مع أن عندنا علماء والله الثرى الذي يمشون عليه أفضل من أي عالم في الدنيا كلها، ولكنهم لا يظهر علينا إلا كل ناعق في الفضائيات جاهل لا يفقه شيئا. هؤلاء يريدون أن يلمعوا أو يراد لهم أن يلمعوا. لماذا؟ لأنه حرب الدين بالدين، كيف يبغضك في الإسلام بالإسلام، كيف يكرهك في الإسلام بالإسلام. يأتي لك بشيخ أنت تجله. الشعب المصري الدين وفيون الشعوب، الشعب المصري كله يجل رجال الدين. عندما يجد شيخا في الفضائيات يتحدث خلاص هذا رجل دين، آمين، أي شيء يقوله هذا الرجل نقول له أمين. هذه مصيبة. لماذا؟ لأننا نعاني من قطيعة معرفية، نعاني جدا من لا أحد فينا يقرأ، ولا أحد يهتم بالقراءة، ولا أحد يهتم بالثقافة. لذلك انبهرنا عندما سمعنا خطبة هذا الرجل. هذا الرجل يتحدث عن فضائل مصر. من أين جاء بهذا؟ من عالم مصري ومن كتاب مصري وطبع على نفقة مصر، ومع ذلك أبهرنا وأبهر الجميع لدرجة أن دعي في كل مؤسسات الدولة. هذا راجع للقطيعة المعرفية ولتهميش العلماء، لأننا في مصر تعودنا أن نهمش العلماء، لا نريد للعلماء الأجلاء أن يظهروا وأن يتبوأوا منزلا عظيما، وأن يكون لهم دور في بناء الأمة، في نهضة الأمة، وهذه بليتنا الكبرى. البلية الثانية في التعليم هي الأمية الثقافية. الأمية والكلام للجيل الصغير أي الأمية الثقافية، أن يتخرج عندنا كل عام أجيال وأجيال تحمل أعظم شهادات في الدنيا، أعظم شهادات، ومع ذلك نجد أمية ثقافية. أجد خريج كلية العراق قسم اللغة العربية لا يجيد التحدث بالفصحى، وأجد خريج الأزهر ذلك الصرح أقدم جامعة في العالم، وأجدوه لا يستطيع الإفتاء ولا يستطيع التحدث ولا يستطيع التكلم ولا يستطيع مجاراة المثقفين، وينبهر برجل لم يتعلم كل ما فعله أن يعني فعل سلوكا أو سنة مظهرية لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ويقف أمامه متصاغرا. لماذا؟ لأنه أخذ شهادة وخلاص. فوجدنا يعني طبيبا لا يجيد التشخيص، صيدلانيا لا يجيد إعطاء الدواء المضبوط للمريض. وجدنا خريج زراعة مثلا، شوفوا الجهل، خريج زراعة يستخدم الأدوية المسرطنة. هذه مصيبة، هذه أمية ثقافية. خريج كلية كذا وكلية كذا وكلية كذا ولا يجيد القراءة ولا يجيد يعني تعليم أجيال، هذه مصيبة. وفي النهاية نضطهد المرحلة الابتدائية في مصر، وهذه بلوى كبرى. أهم مرحلة في تاريخ أي طالب في العالم في التاريخ المرحلة الابتدائية. نجد المرحلة الابتدائية عندنا مهمشة ولا تأخذ حقها ولا تأخذ حظها، ونجد الأطفال عندنا يعني شيء مؤسف، مع أننا يجب أن نكون أفضل من ذلك بكثير. وهذه أسدها لكل المعلمين، أنتم في أسمى مهنة، ويكفيكم شرفا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما بعثت معلما. أسمى مهنة في التاريخ مهنة المعلم، أسمى وأعظم مهنة. فافعلوا كل شيء محتسبين أيها لله سبحانه وتعالى، افعلوا واحتسبوا عند الله سبحانه وتعالى، لا تنتظروا من أحد شيء. ولن تتطور الأمة إلا بتطور التعليم، ولن يتطور التعليم إلا بالاهتمام بالمرحلة الابتدائية. الأساس، فالعلم هو أساس نهضة الأمم. لذلك يجب علينا أن نهتم حتى لا نصل لمرحلة الأمية الثقافية التي نتكلم عنها، أن أجد فقط شهادات علقت على حوائط، وفي النهاية يعني لا أحد يدري شيئا، ووصلنا إلى ما وصلنا إليه، ووصلنا لتلك المرحلة التي أثبتت فشلنا جميعا، وأثبتت أننا أمة أصبحت أمة غير مثقفة وأمة غير واعية. وهذا ظهر جليا في المرحلة الأخيرة، أننا تخبطنا في كل شيء، وفعلا أصبحنا يعني أمام الجميع جيل غير مثقف. لذلك أقول لهؤلاء الصغار لابد أن تكون قدوتكم قدوة عظيمة. لا تجعل قدوتك واحد مثل فلان أو فلان، لا، اجعل قدوتك الدكتور أحمد زويل مثلا،
هذه قدوة، ونستطيع أن نصل إلى أمثاله وأن نخرج مئات من أمثال هذا الرجل. اجعل هذا قدوتك، انظر دائما للأسمى وللأعلى لكي تنهض الأمة ولكي ننهض جميعا إن شاء الله تعالى. واعتذر إن كنت قد أطلت، ولكنني أردت أن أنحي حديثي جانبا اجتماعيا مفيدا للجميع بعد أن تحدث أستاذي الجليلان وأفاض في الحديث، وهما يعني على رأسي وعلى عيني وأنتم جميعا، وأشكر لكم. يعني لا أمتلك إلا أن أقول حسب القوافي وحسبي حين ألقيها أني إلى ساحة الأحباب أهديها، لا هم هب لي بيانا أستعين به على قضاء أمور نام قاضيها، قد نازعتني نفسي أن أوفيها وليس في مثل طوقي أن يوفيها، فمرسلي المعاني أن يوافيني فيها، فإني ضعيف الحال واهيها. وأستاذنكم وسلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته. جزاك الله عنا خيرا أخي وزميلي وصديقي الدكتور محمود. الدكتور محمود تحدث عن الجانب الاجتماعي للعلم وأيضا الجانب الاقتصادي، وتحدث عن أهمية الفضل وفضل العلم وأهل العلم والعلماء، فهذا أمر محمود له وهو اسمه محمود. وتحدث أيضا الدكتور محمود عن أهمية العلم وقال منذ عام مضى تقريبا وكنا بجانب الأستاذ محمد أبو شابة في سنوات في أحد المساجد التي يخطب فيها الأستاذ الجليل، وقال كنا فقراء وبالعلم أصبحنا أغنياء. هذا الرجل اعترف وقال كنا فقراء وبالعلم أصبحنا فقراء، اعترف بفضل العلم عليه وعلى العلماء. ضيوفنا الكرام، تحدث الدكتور محمود عن أهمية نهضة العلم، فنقول لمصرنا العزيزة: مصر لنا منذ القدم رمز الجلال والعظم، مصر انهضي يحيى العلم، أم العلوم والفنون، ساد بنوها الأولون، ومثلما كانوا نكون إنا عليها قائمون، نرعى العهود والذمم، نحب مصر مخلصين ونفتديها أجمعين، فيها حيينا مكرمين، وهي الحياة للبنين، هي الوجود والعدم، نبني لها خير البناء، نعلو بها إلى السماء، ندين فيها بالوفاء، وهي أولى بالفداء، هي الحمى وهي الحرم. ضيوفنا الكرام، مع كلمة السيد نائب مدير عام إدارة الحماية التعليمية الأستاذ محمد صبري رميح. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. أما بعد، جئت اليوم نائبا عن السيد مدير عام الإدارة التعليمية الأستاذ شاكر ندى والسادة مديري التعليم الابتدائي، وعن إدارة كوم حمادة كافة. حقيقي ان انا يعني سعيد جدا جدا بمدرسة كفر سلمون واهل كفر سلمون اللي شفته من كام سنة وانا معاهم، كل سنة في جديد. طبعا ده بيرجع للناس الافاضل اللي هم جايين بالعمل. يا ريت ونتمنى ان هذا العمل يعمل في جميع مدارس الادارة، لان بننشأ جيل جديد حقيقي واعي ومدرك لكل الحقائق اللي في البلد. ربنا الحمد لله وفقكم بأساتذة أجلاء مهما تحدثت مش هنوفيهم بحقوقكم حقيقي، ولكن ده يرجع الفضل ربنا الأول ثم الرجال المخلصين في كفر سلمون والسادة إدارة المدرسة الأستاذ سيد شبل والأساتذة اللي عاملين معاه من عامل حتى المدير. بنقدم له الشكر وبنقول ربنا يقدركم دايما على الجديد كله تعرفونا اولادنا ونعممها على كل الادارات، وربنا يوفقكم والف شكر لكم جميعا، ونشكر كل اللي حضروا. السلام عليكم. جزاك الله خيرا. السلام عليكم. جزاك الله خيرا. 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 جزاك الله خي
السلمون الابتدائية الجديدة، والله ما فعلنا هذا الا ابتغاء مرضات الله سبحانه وتعالى. والان جاء دور مناقشات ومقترحات التلاميذ. جاء السؤال الاول، يأتي هنا التلميذ يطرح سؤالين على السادة الحضور. يا محمد اسمك والصف بتاعك والسؤال بتاعك. يلا. بسم الله الرحمن الرحيم. الطالب محمد محمود ابو نصر، الصف السادس الابتدائي. اعرض على سيادتكم السؤال الثاني. لقد كان التعليم في مصر الفرعونية قاصرا على الصفوة، اما الان فالتعليم في مصر مجاني وحق لكل طفل وطفلة والزامي. وبالرغم من ذلك وبكل اسف ان اكثر نسبة امية بين الدول العربية هي مصر. فهل يرجع السبب الاساسي الى سياسة الدولة ام الى ثقافة الاسر؟ وشكرا. هيجاوب على السؤال الاستاذ محمد جابر. سؤال دسم. سؤال كنت عارفه عندك؟ لا خلاص. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. سؤال في منتهى الأهمية. التعليم في الدولة الفرعونية كان للصفوة فقط، ومع ذلك تقدم الفراعنة. الآن التعليم مجاني وإلزامي، ومع ذلك أكبر نسبة تسرب في العالم العربي موجودة الآن في مصر. أقول إن ذلك يرجع لعدة أسباب. السبب الأول هي ثقافة شعوب بالدرجة الأولى، بمعنى مثلا منذ حوالي 50 عاما كان عدد المتعلمين في القريتين لا يتجاوز أصابع اليد الواحدة، الأستاذ فلان والأستاذ فلان والأستاذ فلان. الآن العدد بالآلاف. زمان لم يكن هناك سفر إلى الدول الأوروبية، كانش فيه لا إيطاليا ولا اليونان ولا فرنسا ولا النمسا ولا دول الخليج، فكان كل همنا محصور في العلم. الآن السبب الأول للتسرب هو العلاقة بين العلم والمال. لو جبت طالب في ثالثة إعدادي قلت له نفسك في ايه؟ 10 عملية السبيان، 7 هيقولوا سافروا إيطاليا، سافروا إيطاليا شركة عربيات، وما شاء الله كنت شاب تفور مش عارف تضحك طبعا بالك، واحدث الموضة، و2 فقط يريدون ان يكملوا المشوار. ليه؟ هذه ثقافة البيت. الاب حينما يحصل الابن على الاعدادية فقط يريد الاب منه ان يسافر فورا وان يحصل على اكبر كمية من المال في اسرع وقت، دون مراعاة لتقدير الاسلام للعلم والعلماء. اكبر عدد من الابنة حتى ينافس عمه او خاله او ما الى ذلك. سيدنا علي حل هذه القضية حينما سأله كميل ده تلميذه: يا امام ايهما افضل، العلم ام المال؟ طبعا 90% هقول المال. فقال له: العلم يحرسك وانت تحرس المال، العلم حاكم والمال محكوم عليه، المال ينقص بالنفقة والعلم يزكو بالنفقة، واذا مات عالم ثلم في الاسلام ثلمة لا يسدها شيء. من الذي قال ذلك؟ سيدنا علي بن ابي طالب. يبقى السبب الاول ثقافة شعوب. السبب الثاني عدم وضوح الرؤية بالنسبة للطالب، بمعنى احنا عندنا هنا نظرية خاطئة لتقييم الطالب. يعني الطالب الذي يحصل على 100% هو اغبى طالب، ده رأيي انا الشخصي. يعني طالب غبي جدا، ولذلك لما عملوا احصائية في مصر كان عملها انيس منصور في كتابه في عمود مواقف الشهير في الاهرام، في خلال 15 سنة الاخيرة بيطلع كل سنة حوالي 20 اوائل، يعني حوالي 250 طالب، منهم 200 فشل. ليه؟ لانهم يعتمدون على الحفظ المجرد فقط. انظر كيف تقدمت ماليزيا
ماليزيا تقدمت بالتعليم الفني. يعني ايه؟ الطالب يحصل على دبلوم في ماليزيا وهو في الصف الاول ابتدائي، تأتي لجنة لتقييم قدراته، هل هو يصلح ان يكون طبيبا ام مهندسا ام حرفيا ام داعية، ويختارون له المجال المناسب حتى يكمل فيه، وبذلك تقدمت ماليزيا. يبقى سببان: ثقافة الشعوب والآباء الذين يؤكدون لأبنائهم أن القرش الأبيض ينفع في اليوم الأسود وأن المال أفضل من العلم. ثانيا عدم وضوح الرؤية بالنسبة للفلسفة التعليمية في مصر. من حوالي 20 سنة صدعت رؤوسنا بمشروع مبارك كول. كان واحد اسمه محمد كول ما شاء الله أتاه الله بسطا في الجسم. عين المشروع مع رئيس حسني مبارك. مشروع مبارك كول كان بيعتمد على ايه؟ ان الطالب في سنة اولى صنايع او زراعة او تجارة يخرج من المدرسة الى المصنع بعد صلاة الظهر او في المساء ليتعلم ويتخرج مهنيا عظيما. انتهى هذا المشروع وانتهت معه احلام كل المصريين. السبب الثالث وهو سبب مهم جدا في تسرب نسبة التعليم او عدد المتسربين زاد كثيرا في السنوات الماضية. وسائل الاعلام الان بسم الله ما شاء الله الابن يسهر امام التلفاز حتى الساعة 3، وبعد ان كان المثل الاعلى في حياة ابنائنا سيدنا علي بن ابي طالب، حمزة بن عبد المطلب اسد الله ورسوله، سيدنا خالد سيف الله المسلول، اصبح من القدوة الان؟ اصبح القدوة الان تجد حرام السيارات، حرب بابل، كلها امثلة تافهة لا تسمن ولا تغني من جوع. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم. الطالبة أميرة عاطف عطية، الصف السادس الابتدائي. أعرض على سيادتكم السؤال التالي: أصبح يقاس تقدم أي دولة بتقدمها في مجال العلم، فهو أساس تقدم ونهضة أي مجتمع، فكيف نستطيع النهوض بمنظومة التعليم في مصر من وجه سيادة نظرك؟ ماشي شكرا. شكرا محمود. ماشي. بسم الله الرحمن الرحيم. كيف نستطيع النهوض بالتعليم في مصر؟ كيف نستطيع؟ على هذه الشاكلة لن نستطيع، على ما نحن عليه لن نستطيع، ما دامت الواسطة هي الأساس في كل شيء، وما دام التعليم قائم على التلقين، وما دام المسؤولون يتحدثون أكثر مما يعملون لن نتقدم. أنا أقص لكم قصة بسيطة. عندما في هذا العام في شهر أكتوبر أو في العام الماضي في شهر أكتوبر منذ 4 أو 5 أشهر تقدم للانتخابات في الدولة التي أعمل فيها رجل يسمى بتزينة أمام ميخائيل ساكاشفيلي، وبتزينة هذا فاز انتصر وأصبح من حقه أن يكون رئيسا للدولة وأن يشكل الحكومة إلى آخر هذه الأشياء المعهودة عندنا. هذا الرجل والله من 5 أشهر لم يتحدث إلا حديثا واحدا، هو حديث واحد بس اللي اتكلمه فقط لا غير، ومن يومها إلى الآن لم يخرج على شاشة التلفزيون على الإطلاق. هذا الحديث وكان أمامي وكنت حاضرا والله. هذا الحديث قال كلمة: سأبدأ بالتعليم أو سأبدأ بالمعلم. ترجمة الكلام: سأبدأ بالمعلم، والمعلم هو الذي سيأخذ بيد جورجيا إلى المستقبل. وانتهى. من يومها لم يصرح أي تصريح اطلاقا، لم يخرج علينا باي تصريح لا في السياسة ولا في الاقتصاد ولا في كذا ولا في كذا ولا في كذا. هو صب همه كله على التعليم، تعليم فقط. وتجد مثلا نحن في مصر ننفق على هذه الدولة، نحن ننفق عليها، مصر تنفق على هذه الدولة، ونرسل ارساليات طلاب يتعلمون من هناك هنا في مصر. فاجد اتصال مثلا من مسؤول كبير في الدولة لا يوصي بان اختار فلان او افضل فلانة، لا والله اطلاقا. نحن نرصد مثلا 12 مكانا للطلاب ليتعلموا في مصر على نفقة مصر. لا يوجد مسؤول على الإطلاق يتصل يقول لك اختار فلان أو اختار فلانا، لا، يتصلون يعني يتحايلون لكي نزيد العدد، لكي يصبحوا 20 طالبا 25 طالبا مثلا. يريدون التعلم، يريدون أن يتعلموا شيء، يريدون أن يعلموا أبنائهم. هذا الرجل بدأ بالتعليم. والله رأيت شيئا عجيبا في هذه الدولة. دخلت مرة امتحان في جامعة من الجامعات، وجدت الطلاب يختبرون بدون مراقب بدون ملاحظ. الطالب دخل فيه يختبر. ايه يا اخوانا فيه ايه؟ هو مفيش ملاحظين؟ مفيش مراقبين؟
لا مفيش مراقبين. قال لا طب الطالب كده ايه يعني سايبينهم كده خلاص؟ هو الطالب بيختبر اذا لم يجبه مستوى نفسه. شوفوا تقييم الطالب لنفسه. اذا لم يجبه مستوى نفسه يذهب لاستاذ المادة ويقول له والله بعد اذنك استاذن ان تختبرني مرة اخرى بعد اسبوع، انا ما عجبنيش مستوى نفسي، انا مستوى نفسي ما عجبنيش. لما هو يريد ان يصل لشيء معين، يريد ان يصل لمستوى امانة، منتهى الامانة. هذه الامانة كان يجب ان تكون عندنا نحن المسلمين، يجب ان تكون تعاليم ديننا تقول ذلك. لكن احنا هنا مثلا الطالب اول ما يروح امتحان اول سؤال يتبادر الى ذهن ولي الامر، هم غششوكم؟ هو في غش ولا لا؟ مين رئيس اللجنة؟ نعم مثلا. مين وانا لا اميل لهذا على الاطلاق. التعليم في مصر سيء. لماذا؟ لاننا يعني نضحك على انفسنا، نمثل على انفسنا، اصبحنا كلنا ممثلون. هذه قاعدة، كلنا الان ممثلون، نمثل على انفسنا ونضحك على انفسنا. والتعليم في مصر فعلا يحتاج الى اعادة هيكلة من الاساس، اعادة هيكلة. والعقلية المصرية تحتاج الى اعادة هيكلة. في الصين الطالب يذهب بعد الاعدادية لمرحلة التعليم الصناعي مثلا او الفني، لا يتعلم انجليزي ولغة صينية مثلا ورياضيات وكل هذا لا يهم. الذي يتعلم حرفة، كيف تصنع مثلا اي آلة، اي شيء. هذه مثلا المنبهات، تصنع 20 منبها، يصنع في المدرسة 20 منبها ويذهب الى البيت يصنع 100 والمدرسة تسوقه له. يعلمونهم الحرفة. حتى الطالب المستوى متدني يذهب يتعلم الحرفة. الطالب المستوى عالي يذهب للمرحلة الثانوية يكمل التعليم. التعليم في مصر الآن يحتاج إلى إعادة هيكلة تامة. لابد أن تنسف الأنظمة التعليمية جميعها وأن نعود إلى نقطة الصفر مرة أخرى ونبدأ من جديد. دون ذلك لن نستطيع، صدقوني لن نستطيع. هذا هو أساس يعني فشل التعليم في مصر. شكرا. ماشي. قدم نفسك على نفسك الاول كده، خليك وشك الاول. بسم الله الرحمن الرحيم. الطالبة أشرقت علي عوض بالصف الخامس الابتدائي. أعرض على سيادتكم السؤال التالي. للعلم جوانب مختلفة ومتعددة: الجانب الديني والجانب الاجتماعي والجانب الثقافي والجانب الصحي. أرجو من سيادتكم التوضيح ولسيادتكم الذكر والتقدير وشكرا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بالنسبة للعلم الجوانب كلها مجموعة متكاملة، الجوانب كلها مجموعة متكاملة، كلها يكمل بعضها البعض. لو نظرنا إلى مجتمع النبوي، مجتمع الحبيب صلى الله عليه وسلم، سوف نجد أنه كان مجتمعا مثاليا. لماذا كان مجتمعا مثاليا؟ لأنه في جميع الجوانب كان مجتمعا مثاليا. ونحن كما قال الدكتور والأخ الفاضل حاج محمد جاب، نحن في حاجة إلى القدوة، نحن في حاجة إلى القيادة، نحن في حاجة إلى كل واحد يمتثل أوامر دينه وغرس القيم والمبادئ، حتى تكون هناك منظومة متكاملة من النواحي الصحية والنواحي الاجتماعية والنواحي الدينية وجميع النواحي مبناها كلها على تقوى الله سبحانه وتعالى. فلو اتقى كل واحد منا رب سبحانه وتعالى لوصلنا إلى قمة القمم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا. فأجلسنا إجابة السؤال. سؤال ضايع. بسم الله الرحمن الرحيم. الطالب أمير سيد أحمد سيد، أمير اتحاد طلاب مدرسة صف سلمون الابتدائية الجديدة في الصف السادس الابتدائي. أعرض على سيادتكم السؤال التالي. في الأعوام السابقة وكان يقتصر مفهوم المشاركة المجتمعية على التبرعات المادية فقط، حيث كان يستخدم هذا المفهوم فجوة وعدم تواصل بين الأسرة والمدرسة. ولكن في الآونة الأخيرة تغير مفهوم وشكل المشاركة المجتمعية كما مفهومها من وجهة نظر سيادتكم. وشكرا. بسم الله الرحمن الرحيم.
النهارده اي عمل قائم بالنسبه للتربيه والتعليم بتعتمد الوزاره بتاعتنا النهارده على المشاركه المجتمعيه. عايز ان ولي الامر ومجلس الامراء مرتبطين مع المدرسه، يشوفوا ايه اللي ناقص في المدرسه ويكملوه، وده بيرجع لعجز كبير في الوزاره طبعا، وهي حالات ياما كتير جدا عايزه تتغير في العدل. فالنهارده ولي الامر لما بيبقى عارف المدرسه عارفه ايه فبيشارك مع المدرسه وهيئه المدرسه اي عمل ناقص المدرسه من ناحيه تبرعات علميه ماديه اي شيء بتحتاج المدرسه فالبيت اللي بتكمله النهارده. فاصبحت حلقه ايه مشتركه بين المدرسه والبيئه المحيطه ليها واولياء الامور وعمل مجلس الامراء النهارده صاحب القرار الاول والاخير في المشاركه المجتمعيه. ولازم كلنا نشجعها لان البلد حاليا زي ما كلنا عارفين الحاله ايه واقفه بمعنى صح يعني. فلازم نساعدك ايه بقدر الامكان. وان شاء الله يعني اسف على الحته دي انا بلغت هيئه الافلام بتعليه لمدرسه كفر سليمان الجديده دول الاثنين كمان ان شاء الله، ومجرد البلد ما تستقر هيبدا العمل فيهم بسرعه ان شاء الله. جزاك الله خير. شكرا. شاكرين. جزاك الله عنا وعن خيرتنا خيرا استاذنا الفاضل الاستاذ محمد ربيع. بسم الله الرحمن الرحيم. الطالب احمد محمود عفيف الصف الخامس الابتدائي اعرض على سيادتكم السؤال التالي. العلم والدرس تقدم الامم ولكن هناك الكثير من الاسر تدفع بابنائهم الى سوق العمل وذلك نسبة الى كثرة نفقات التعليم او بما يسمى وول الدروس الخصوصية. فكيف يمكننا ان نقضي على تلك الظواهر التي تهدد المسلم؟ وشكرا. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله المتصف بالوحدانية منذ القدم، الذي يفيض على الخلائق بالنعم، والذي أخرج الوجود من ظلمة العدم. إلهي لك المآب والمنتهى، إلهي كل شيء يسبح بحمدك، إلهي كل ما في الوجود يسبح بحمدك ويقدس لك، ماء وحجر، أرض وقمر، زاحف وطائر، صادق وناذر. ندعو الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا بالعلم نرتقي، وأن ينصر أمة الإسلام، وأن يجعل مصر أرض خير وسلام. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له القائل إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. وأصلي وأسلم على قائد الخلق إلى يوم الحق، أعطاه الله صفوة آدم وحلم إبراهيم ولسان إسماعيل وهيبة سليمان وفصاحة صالح وحكمة لقمان وجمال يوسف وقوة موسى وزهد عيسى وعلم الخضر عليه وعليهم جميعا السلام. أما بعد، لهذه الجلسة العلم به نرتقي، ومصدر العلم هو القرآن الكريم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قرأ القرآن فقد استحوذ النبوة بين جنبيه ولكن لا يوحى إليه. فالعلم هو المصدر وهو الأساس وهو التشريع، ولكن هناك بعض الأشياء وبعض التحديات التي تقف أمام العلم، منها مشاكل طارئة، مشاكل مستجدة، مشاكل نسمع عنها جديدة منذ أيام ومنذ أعوام، منها البطالة. البطالة من التحديات للعلم. الطالب يحصل على الشهادة، ابني وابنك وابن اخوك وابن خالتك يحصل على شهادة عليا، ولكن ماذا يفعل بهذه الشهادة؟ يجلس بجوار أبيه وبجوار أمه
يندم حظه، لا وظيفة بعد اليوم، ماذا يفعل؟ هناك متفجرات وقنابل تنفجر من هذه المشكلة، مشكلة البطالة الامبرايمنت، مشكلة قصوى، منها الزواج العرفي والانحراف والإدمان والمخدرات والهجرة غير الشرعية، وما يلقى في السجون من الذين يقترضون ولم يستطيع السداد فيزج به إلى السجون، والسجون مليئة وعليها حراس وضباط وأموال وعربات وقاضي يحكم وأموال طائلة بسبب مشكلة البطالة، وهي من التحديات للعلم. هذه مشكلة طارئة، مشكلة لها فترة ربما تنتهي وربما لا تنتهي، الأمر ليس بأيدينا في حلها. نعم أن الدولة لها مرحلة انتقالية، وهذه المرحلة سوف تنتهي إن شاء الله، ولكن نحن جيل مؤمن، نحن جيل تعلمنا، وسمعت عبارة من الأخ الدكتور أننا جيل فاشل أو أنتم أجيال فاشلة. هذه عبارة طارئة وعبارة لها فترة زمنية لظروف الدولة وللظروف الانتقالية، ولكن بعد ذلك سوف تتغير النظرة. من التحديات أيضا للعلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المؤمن بين 5 أشياء: منافق يحسده، وكافر يقاتله، وشيطان يضله، ونفس تغويه. هذه كلها تحديات ايضا للمؤمن، للانسان، لصاحب العلم، لصاحب الفضيلة. الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث عن ابي هريرة رضي الله عنه قال ان الملائكة قالت: يا رب اخلقت شيئا اعظم من العرش؟ قال: خلقت العقل اصنافا شتى كعدد حبات الرمال، فمنهم من اعطي وسق، فمنهم من اعطي حبة، ومنهم من اعطي حبتان، ومنهم من اعطي اكثر من ذلك، ومنهم من اعطي وسق، والوسق يعدل 60 صاعا. فبالعلم نرتقي، واذا اردنا ان نحقق العلم نحتاج حلم طفل وعقل شيخ ويد شاب وقلب ام. ظاهرة الدروس الخصوصية هذه ايضا كما سأل هذا التلميذ، ظاهرة الدروس الخصوصية ايضا ظاهرة طارئة على المجتمع للظروف الضاغطة، يشترك فيها المثلث الكبير، المثلث ولي الامر والمعلم والمادة التعليمية. ولي الامر شريك في الدروس الخصوصية، ليست للمدرس فقط، المدرس ظروف المدرس الاجتماعية، لو الدولة مديله حق ومشبعاه مش هيدي دروس خصوصية، فهذا امر خارج من بين ايدينا، امر تملكه الدولة. الامر الثاني ان ولي الامر شريك في هذا الامر وفي الدروس الخصوصية. وبالعلم نفرح وبالعلم نفوز، ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله، ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم. وشكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الطالبة هاجر عطية ابراهيم، الصف السادس الابتدائي. اعرض على سيادتكم السؤال الثاني: كيف نستطيع مواجهة ما يسمى بعلم الشعوذة كما ذكره الاستاذ محمد جبر في حديثه؟ وشكرا. الشعوذة ايه السؤال؟ الشعوذة كيف نعالج علم الشعوذة؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على رسولنا المصطفى صلى الله عليه وسلم. احس ان وراء هذا السؤال شيئا. اولا، الشعوذة والدجل هما سلاح الضعيف،
ولكي نقضي على السحر والشعوذة لا بد أن نعلم أولا كيف نواجهها. أول شيء نواجهها بالإيمان بالله تبارك وتعالى. أول شيء أنه لا يقع في ملك الله إلا ما يريده الله، وأن الذي يعطي هو الله، وأن الذي يمنع هو الله، وأن المعز هو الله، وأن المذل هو الله، فلا ملجأ من الله إلا إليه. سيدنا جعفر الصادق دخل على رجل المسجد ذات يوم فوجده قد وضع يديه على خده، فسأله قال له: يا هذا ما هذا الهم؟ إني سائلك عن ثلاث. أما الأولى: أيقع في ملك الله شيء لا يريده الله؟ قال له: لا. أينقص من عمرك لحظة قدرها الله لك؟ قال: لا. أينقص من رزقك شيء قدره الله لك؟ قال له: لا. قال له: فعلام الهم إذن؟ إذن الإيمان بالله تبارك وتعالى، وأن أي ساحر أو دجال لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله. الرسول صلى الله عليه وسلم يتحدث عن نفسه في سورة الأعراف في الربع قبل الأخير: قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله، ولو كنت أعلم الغيب، مثال مهم جدا، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون. صدق الله العظيم. إذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم وهو جملة الجمال وكل الكمال لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا، فكيف يملكه عبد شخص حقير عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول فقط حتى يبين للناس صدق رسالته. ما عدا ذلك نجد مثلا في قرآن والقرى المجاورة انتشرت ظاهرة السحر والشعوذة والدجل. فلان مثلا يريد أن يحب فلانا فيذهب لمن يسمي نفسه بالشيخ فلان يعطيه 1000 جنيه، ما شاء الله الفيزا عالية جدا، الفيزيكا ما شاء الله مخصصة، 500 جنيه لفك الرب، و1000 جنيه لجلب المحبة. مصيبة والله. ليت الأمر توقف عند هذا الحد، بل وصلنا بأحلامنا إلى الجوزاء، وأثر الخيال بنا إلى أننا نريد أن نحقق ثراء فاحشا في أقرب مدة وبالملايين وبأقل الطرق وبوسائل بدائية. كيف ذلك؟ اعلم يا أخ الإسلام، اعلم يا أخ الإسلام، هذا كلام موجه للسيدات بالتحديد أكثر من الرجال. كثيرا ما يلجأن إلى السحر والشعوذة والدجل. مثلا اعلم أنت كي يفعل هذا الشخص الساحر أو الدجال لك ذلك لابد أن يسخر جنيا سفليا حتى يأتي بهذه الأفعال. الجني السفلي هذا كافر يشترط عليه شروطا على هذا الشخص الدجال أو المشعوذ. أول شرط أن يكفر بما أنزل على محمد، هذا الشرط الأول. الشرط الثاني أن ينتقل المصحف، يعمل المصحف والعياذ بالله حذاء، في رجليه اليمين النصف الأيمن نصف القرآن الأول والشمال النصف الثاني. الشرط الثالث أن يتوضأ باللبن بدلا من الماء. الشرط الرابع أن يتبول على سورة الإخلاص. إذا فعل ذلك قال له لبيك. الآن شيطان يسخر شيطانا، وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون. قد يقول قائل أو واحدة مثلا من أخواتنا أو نسائنا سرقت مني مثلا غويشي أو حلق أو الشوكة بتاعتي، فذهبت إلى فلان وقال هاتوا لي مثلا إيه عطر فلاني، رجل نعزة يتيمة مش عارف إيه هدهد، ولا تعالي فلانة جارتك سرقت مني كذا وكذا 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 وكذا، واتضح أن هذا حق. هل هذا دليل على صدقه؟ أنا هنطول شوية في السؤال لأن المسألة تأصيل علم وتحرير فقه. يعني قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم كان هناك اتصال بين الإنس وبين الجن وبين السماء، فكان الجن إذا أراد السراقة
صعد الى السماوات السبع وسمع صريف الاقلام والملائكة تكتب اجال العباد، الاجل والرزق والعمل وشقي او سعيد. يلتقط كلمة من بين 10 ويوحي بها الى الجن فتكون كلمة صادقة في وصف 1000 كلمة كاذبة فيصدقه الناس. فلما ولد الحبيب صلى الله عليه وسلم انقطعت علاقة الانس بالجن. الجن حقيقة، وهناك سورة تسمى بسورة الجن في القرآن الكريم. انظر كيف تحدث الجن عن انفسهم: وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا. كيف نحصل؟ بنقضي على السحر والشعوذة اولا بالايمان بالله وانه لا يقع في ملك الله الا ما يريده الله. 2 ثاني سبب مهم جدا ان نثقف ابناءنا ونعرفهم من هم السحرة والمشعوذون والدجالون وما شروط تسخير الجن الكافر لهم. 3 ان يلفظه المجتمع وان نقيم عليهم حد الله الشرعي. مثلا في المملكة العربية السعودية الساحر يقتل حدا، ولذلك الامام الفخر الرازي بيقول: لقيت رجلا مشعوذا ينشد قول القائل. شوف الانسان لما يصل بطغواه وجبروته: وكنت امرأ من جند ابليس فارتقى بي الدهر حتى صار ابليس من جندي، فلو مات قبلي كنت احسن بعده طرائق فسق ليس يحسنها بعد. طب كيف نقي انفسنا من السحر والشعوذة والدجل؟ تهمك اولا ان تقرأ سورة الفاتحة وآية الكرسي، ومن قول الله تعالى: امن الرسول الى اخر سورة البقرة. شهد الله انه لا اله الا هو 3 مرات. واوحينا الى موسى ان القي عصاك في سورة الاعراف. واتبعوا ما كتب الشياطين على ملك سليمان في سورة الجن. قال موسى: ما جئتم به السحر ان الله سيبطله في سورة يونس. واول 10 ايات من سورة الصافات الى قوله تعالى: دحورا ولهم عذاب واصب الا من خطف الخطفة فاتبعه شهاب ثاقب. وان تقرأ سورة الجن كاملة. نسأل الله تبارك وتعالى ان يقينا شر الانس والجن وشر كل طارق الا طارق يطرق بخير فانه ولي ذلك والقادر عليه. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خلاص انا عايز خطيت الشاي العيد يلا يا عم نزعل اخر كلمه جديد ولا فين بحسن الختام اهلا رسول الله. شاعر للشاعر فاروق جواد. يا خير الهداة الصادقين، انا يا محمد قد اتيتك من دروب الحائرين، فلقد رأيت الارض تسخر من دماء الجائعين، والناس تحرق في رماة العدل، مات العدل فينا من سنين. انا يا رسول الله طفل حائر، من يرحم الاباء من يحمي البنين. كان رسول الله لا تغضب فهذا حالنا، فلقد عصينا الله في زمن حزين. ماذا تقول اذا سرقت الناس؟ خبرني. وطيف الجوع يقتل طفلتي وانا اموت على الطريق وحوله يسري اللصوص وهم سكارى من بقايا موجتي. بالله خبرني رسول الله، اين بدايتي ونهايتي؟ أترى عيش العمر مصلوب المنى؟ يا انبياء الله، يا انبياء الله، لا تتركوا الارض الحزينة للضياع، لا تتركوا الارض الحزينة للضياع. شكرا لكم وشكرا لضيوفنا الكرام الشرفونا
وفي نهاية ندوة قيمة العلم والمعرفة كأساس للنهوض وتقدم الأمم. اليوم الموافق الأحد 14 من ربيع الآخر سنة 1434 من الهجرة، الموافق 24 من فبراير سنة 2013 من الميلاد. اليوم كنتم معنا على موعد مع عقد الندوة، وبدأناها بالسلام الجمهوري والقرآن الكريم وكلمة السيد مدير المدرسة ورحب بضيوفه الأعزاء، وكلمة السيد رئيس مجلس الأمناء، وكلمة السيد الدكتور محمود عصران، وكلمة الأستاذ محمد جابر، وكلمة الأستاذ الفاضل حافظ عليوة، وانتهت بكلمة نائب مدير عام الإدارة الأستاذ محمد رميح. وكان هناك مناقشات ومقترحات التلاميذ، وشكرا لكم جميعا. لجنة التحكيم اهلا وسهلا بكم. سادة الضيوف اهلا وسهلا بكم في مدرستكم كفر سلامون الابتدائية الجديدة. ومع الختام السلام الوطني لجمهورية مصر العربية. ربنا يكسر